كلكم سمعتوا، وأنا اليوم هسه رسالة من مها الدوري إلى كل الشيعة في العالم وفي العراق. باكر ليلة الجمعة زيارة الإمام الحسين أبي عبد الله الحسين. أريد كل شيعي رايح إلى الإمام الحسين عليه السلام يقول له مها الدوري قالت لنا اكتبوا بورقة وقولوا السيد نور المالكي قال في قناة العراقية 9/5 قال أنا ضربت الشيعة أكثر مما ضربت السنة. أنا ضربت الشيعة أكثر مما ضربت السنة. طبعا هو ضرب الشيعة والسنة. خلي يقولوا له يا أبا عبد الله السيد نور المالكي يقول أنا ضربت الشيعة، ضربتهم ذبحتهم. ليش؟ كل شخص يخرج عن القانون يضرب سواء كان شيعيا او سنيا. يقول ايش خارجين عن القانون، يخرج عن القانون. سني هذا بعد واجد. خارجين عن القانون، تمام؟ وانت تقول خارج عن القانون. السيد رئيس الوزراء من سئلوه ما قال خارجين عن القانون. تدري ايش قال؟ قالوا له يقولون انت تريد الشيء اقليم كردستان. قالوا له انت تريد الشيء اقليم كردستان. قال لهم يا شيعة انا ضربت الشيعة اكثر ما ضربت السني. زين خارجين عن القانون. هذا اكو فد صورة استاذ عماد كلها تداولها الاعلام. صارت حديث الإعلام كله، حديث العالم كله. هذا الطفل اللي طلعوه من مدينة الصدر، هذا الطفل كان عمره 10 طيب. ما أعرف 10 أشهر سنتين، كان عمره 10 طيب. ما أعرف 10 أشهر سنتين، كان عمره 10 طيب. ما أعرف 10 أشهر سنتين، كان عمره 10 طيب. ما أعرف 10 أشهر سنتين، كان عمره 10 طيب. ما أعرف 10 أشهر سنتين. المهم هذا هم خارج عن القانون. هذا لو كبر كان يصح يا زهراء، هذا لو كبر كان صح يا حسين. هذا شيعي. لا ماكو مزايده على التشيع. هذا شيعي. لا انا ما زايد. كلنا شيعه وكلنا صح يا زهراء وكلنا صح يا حسين. لا مو هذا. لا انتم قلتوا مقتدى الصدر شق الصف الشيعي. هذا شيعي، هذا شيعي. مو احنا قلنا احد الاشخاص قال انا ضربت الشيعه. هذا مو بالضروره نحن انا في ضربت الشيعه. القانون انا رساله الفلاني. لكل شيعي باكر خلي يروحون يقولوا لابو عبد الله، يوقفون امام عبد الله امام ابا عبد الله يقولوا له نور المالكي قال لنا على قناه العراقيه يتفاخر بدماء الشيعه انه انا ضربت الشيعه اكثر مما ضربت السنه. انا والله أنا سمعت أنه من ضمن الإشكالات أريد أسوي كردستان شيعية على اعتبار العراق صفينا من عنده شيعناه كله، فبقت عندنا كردستان نسويها شيعية. أخي هذا كل تهمة، شوف صار إسفاف بالتهم. كل تهمة لازم أكو فرد بينة عليها. إذا كنت أريد أسوي البلد شيعي ليش ضربت الشيعة أكثر مما ضربت السنة؟ وليش ضربت السنة يوم خرجوا على النظام الذي يريد أن يشيع البلد؟ يقول للشيعة خذوا راحتكم تصرفوا بالدولة. عندما ضربتهم هل حسبت هؤلاء الشيعة وهؤلاء السنة؟ أبدا. وإلى الآن أنا لا أحسب من يخرج، وهذه توصيتي لكل الضباط: تعاملوا مع المخالفة بغض النظر عمن قام بها حزبيا أو طائفيا أو قوميا. أنا أريد يعطوني فرد بينة. الاتهامات سهلة. أنا الآن عندي اتهامات هسه أقدر أطلقها وأقطع عليها بينات. يراد للبلد أن يكون مرتبط بالدولة الفلانية، بس ما يصير إحنا نطلق هاي التهم ونظل نتعاطاها ونعتقد أنه نحاصر الطرف الآخر بها. ليش هم السنة ما يعرفون منو اللي حماهم؟ مو المالك اللي حماهم؟ مو المالك اللي يوقف مع الأنبار وزيدت حصة الأنبار من الشرطة 14 15 ألف من ضباط الشرطة من أجل أن أحمي المحافظة لحجمها الكبير؟ أريد فرد مورد واحد وقفت به مما يؤكد لصاحب الاتهام أنه هذه حقيقة. أخي أنا لا أريد أن أدخل البلد في قضية شيعة وسنة. أنا قلت لرئيس أحد الدول، قلت عندي طلب واحد وياكم. قال تفضل شنو الموضوع؟ قلت له أنا أعمل بالعراق من أجل أن ينسى الشيعة والسنة أنهم شيعة وسنة، إنما أريد أخليهم شيعي والسنة سني، لكن محكومين بطابع الوطن الواحد والأخوة المشتركة. لكن من يجون إلى بلدكم أنتم تذكروهم، منه شيعي يطلع على جنب، منه سني يطلع على جنب. هذا عملية إحياء لهذه النبرة التي أعتقد أنها أساس لإثارة الفتنة. هذا هو ممارستي. واللي عنده فرد دليل على حالة التشيع، نعم الشيعة بالعراق شيعة موجودين، ومرجعية وعتبات مقدسة وأمور